في سنة 2010 راح علاء مبارك ووزير البترول سامح فهمي علشان يصلوا الجمعة، وبعد ما الصلاة خلصت اكتشفوا إن جزمة ابن الرئيس اتسرقت. يا ترى علاء مبارك اتصرف إزاي بعد ما اتعرض للسرقة؟ وإيه اللي عمله الحارس بتاعه علشان ينقذه من الإحراج؟ ده اللي هتعرفوه معانا دلوقتي في 3 دقايق. علاء مبارك كان معاه صديقه المهندس سامح فهمي وهو وزير البترول، وده لأداء صلاة الجمعة في مسجد بأحد الأندية الرياضية بالتجمع الخامس اللي كانت تابعة للوزارة. وبعد ما الصلاة انتهت ووقت خروجهم من المسجد، علاء وقف متسمر في مكانه ومش راضي يخرج، وكانت المفاجأة إنه اكتشف إن الجزمة بتاعته اتسرقت ومش موجودة. يا ترى رجع علاء مبارك للقصر الجمهوري بالشراب بعد ما الحرس بتاع علاء مبارك وحرس الوزير فشلوا في إنهم يلاقوا الجزمة بتاعت ابن الرئيس؟ سامح فهمي خرج عن شعوره وانفعل على اللي شغالين في المسجد وتوعد ليهم بعقاب شديد، لأن الموقف كله في وشه، لأن المسجد تابع للنادي والوزارة اللي هو مسؤول عنها. أما علاء مبارك فاستقبل الموضوع بابتسامة بسيطة وحاول يهدي من انفعالات سامح فهمي، ورفض إن أي حد من العاملين يتجازى بسبب الواقعة دي. كلمة علاء مبارك أنا كده بقيت واحد من الشعب، وموقفه وإصراره إن محدش من العاملين يتجازى خلى كل اللي حاضرين الموقف يسقفوا ويهللوا لابن الرئيس لروحه العالية وتقبلوا الموقف بدون كبر وتعالي. بس بعد الهيصة والتهليل ده كله الموضوع لسه ما اتحلش، وعلاء مبارك واقف حافي من غير جزمة ومش عارف يتحرك. فجري الحارس الشخصي لعلاء وجاب العربية علشان يركب فيها وينقذه من الموقف المحرج ده، وبعدها راح اشترى ليه جزمة جديدة علشان ما يرجعش على القصر الجمهوري بالشراب. الموقف ده بالكربون حصل مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لما جزمته اتسرقت هو كمان، وكان بيلقي خطبة الجمعة في مسجد بأحد المحافظات وكانت بعنوان الخوف من الله. بس اللي سرق جزمة الوزير كان باله مشغول بالجزم الغالية اللي في المسجد على إنه يركز في مقصد الخطبة. كان لعلاء مبارك موقف تاني تعرض له قبل سرقة الجزمة بتاعته، وكان تصرفه في الموقف بنفس الهدوء والتواضع اللي ظهر بيه في المسجد. وكان علاء وقتها مع أسرته في أحد الملاهي بمدينة 6 أكتوبر، وكان ابنه عمر بيركب واحدة من اللعب الموجودة ووقع منها على الأرض، ولحسن الحظ إنه ما حصلوش أي حاجة وقام على طول. بس مدير مدينة الملاهي أول ما عرف كان عايز يوجب مع ابن الرئيس، وقرر إنه يعاقب المسؤولين عن التشغيل في الملاهي لأنهم قصروا في حماية حفيد الرئيس. بس علاء اتدخل برضه ورفض إن أي مسؤول يتجازى وقال الحمد لله حصل خير.